السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا أخوانا هنشرح مع بعضينا إزاي بنعمل حامل الموبايل بتاع الرينج لايت. أنا على فكرة بصنع رينج لايت بالكامل من الألف للياء، وده الحامل بتاع الرينج لايت اللي بيمسك الموبايل وبنحركه شمال ويمين أو من ورا وقدام. فده الخامات اللي انا بصنع منها مواسير اللي هي 2 في 2 و1.5. انا دلوقتي قطعتها الاتنين الكبار دول انا حضراتكم قطعتهم 6 سنتي ونص، والصغيرين دول 5 سنتي ونص اهي. المفترض ان هم هيبقوا بالشكل دوت، بيروحوا وبيجوا زي كده، لان هركب جواهم سوست وهوريكم الطريقة ازاي انا بركب السوست. انا دلوقتي ركبت الجناب ولحمتهم في بعضيهم اهو. لحمت الاتنين الكبار مع بعض والصغيرين مع بعض بجناب. الجناب ديت اللي هي بتمسك الموبايل نفسه بقى. انا براعي حتى اثناء اللحام ان انا بعمل الشفة دي مقاس الموبايل، على سبيل تبقاش اصغر ولا اكبر كده يعني اهو. احنا بحط الشفة على وبعمل ايه زي ما فهمتوا كده بلحمه. انا دلوقتي بدأت اهو اعمل كمان الحامل الظهر بتاعه من ورا. عملت الظهر بتاعه اهوت، وهعمل بقيته ادي. عملت فتحت خرم هنا، وفي الحتة وتحت الماسورة التانية دي لحمت فيها صامولة 10 ملي، وادي مسمار 10 طويل. لو هنا ملاحظين انا ملاحم صامولة في النص، على سبيل هي ايه الصامولة ديت بعد ما بربط وبقرب بيها جامد بتمسك معايا الجنب بالظبط اهو. بتخليني بعد كده اقدر اتحكم في الحامل بتاع الموبايل اهو. بص اهو ينزل يتسب ويثبت، ينزل اكتر يثبت اهو اهو. هنبتدي بعد كده نشوف مسألة احنا دلوقتي هخرم انا في الجناب هنا وهنا من عند المواسير، يعني تبقى المواسير الخرام دي منفذة على المواسير عشان اركب فيها السوست ديت واربطها من جوه. هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي هنركب مع بعض السوست داخل الحامل اهو. انا دلوقتي ربطت من الناحية دي اهو، ربطت طلعت سلكة من هنا ومن هنا وربطت السوستتين، وربطت السوستتين في حبل زي ما انتوا شايفين كده خيط، وهشدها اطلع من هنا طرف السوستة اهو. وهبتدي بعد كده بعد ما بطلع السلكة بتاعت السوستة في ايدي ببتدي بجيب زرادية بوز رفيع وابتدي اتنيها وبعمل نفس الحركة مع السوستة التانية برضو وبقطع لو في سلكة زايدة بتاع يعني بقطعها. وخلاص على كده انا بكده خلاص ايه اصبح الحامل جاهز تقريبا على العمل اهو 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 اهو. بنتحكم طبعا في الحامل نفسه بانه ينزل ويطلع من خلال المسمار دوت اللي انا راح عامله. ودي اهو كتجربة بنحط الموبايل اهو اهو. حرك الموبايل شمال يمين فوق تحت. على فكرة الحامل دوت لما يتركب على الرينج لايت هنلاقيه بيتحرك لقدام ولورا، وبيتحرك للجنب الشمال وجنب اليمين زي ما نحب يعني. تقريبا برضو ده حاجة حصرية يعني مصنوعة يدويا يعني اهو. الحامل اهو ان شاء الله
باذن الله يا جماعه. انا هعمل حامل زي كده، بس هعمله بقى ايه بدون رينج لايت. يعني انا هعمل حامل يستخدم تحط جنبك على كومودين، وتحط قدامك على ترابيزه، على مكتب. حامل لموبايل فقط، يعني شغلته يبقى حامل موبايل فقط، ملوش علاقه برينج لايت. وهعمله كامكانيات بنفس الوضع دوت. وان شاء الله برضه هنزله ايه كمقطع زي كده. واللي له رغبه يحصل على حاجه زي كده برضه يحاول يتواصل معايا، وانا تحت امر حضراتكم يعني. ده انا بصنعه على ايدي، ودي طريقة تصنيعه. واللي عايز يعمل حاجة زي كده برضه يتواصل معايا، ولو عايز اي معلومة او غيره انا في الخدمة ان شاء الله يعني. الجزء اللي من ورا دوت اللي هو بيتربط في الرينج لايت نفسه بقى، اللي انا ماسكه بايديا اليمين دي. ايوه اهو، ديني بص كتجربة بوريك اهوت. ده جوه الرينج لايت لسه مكملش يعني، فانا ايه بعمل عليه تجربة، وبحط حامل الرينج لايت اهو. ادي الحامل بتاع الموبايل اهو، بنستخدمه اهو، بنعمل بيان عملي يعني. اهو بيلف شمال، وبنلفه الناحية التانية برضه، مفيش اي مشكلة. يعني ايه اهو بقدمه لقدام، برجعه لورا، يعني ايه بالكيفية اللي انا عايزها اهو، في اي اتجاه انا بلف اهو. انا وعايز المعلومة اقولها لكم يا جماعة. الحامل ده او الرينج لايت نفسه بالكامل، يعني يكون الرينج لايت او الحامل انا مصنوع يعتبر من حديد. يعني حضرتك انت تشيله وتهبده لو وقع من دور سادس، يعني بضماني انا مش هيجرمهم حاجة. شيء قوي جدا ومتين. هنا بعد ما رشيته ده كده خلاص منظره النهائي اهو مرشوش. وبرضه هنحط موبايل ان شاء الله فيه على سبيل برضه ايه يبان.